اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوريك كيفاش تهتمي براسك بلا ما تخسري فلوس بزاف. فإلا كنتي مهتمه هذا الفيديو ليك. اول حاجه قبل ما نبداو، الا كنتي من المتابعين الجداد ديالي ما تنسيش تفعلي الجرس باش يوصلك ديما الجديد، وهكا باش تشجعيني نحط فيديوهات جداد. اول حاجه واهم حاجه خاصك تحددي شنو هما الحوايج اللي ما عاجبينكش في راسك باش تلقاي ليهم الحل. اما الحوايج اللي ما عندهمش حل بحال الطول ديالك، الشكل ديال الانف ديالك، الشكل ديال العينين ديالك، هادو خاص تقبليهم كيف ما هما وما تعذبيش راسك باش تلقاي ليهم الحل وتبدليهم. ونجيو دابا الحوايج اللي ممكن نلقاو ليهم الحل بحال بشرتك، شعرك، الوزن ديالك، سنانك، هادو عندهم الحلول، ولكن حنا بطبيعه الحال خاصنا نلقاو ليهم حل بلا ما نخسروا بزاف الفلوس. قبل بغيت نقول لكم بلي اي حاجه غادي تسمعوها في لا فيديو راه من تجربتي الشخصيه. اول حاجه نبداو بالشعر. الا كان شعرك طيطيح او لا ناشف، حاولي تطلي فيه واخا غير مره في السيمانه، على الاقل مره في السيمانه ديري ليه ماسك او حمام زيت. انا شخصيا كندير كل الزيوت اللي عندي، اولا كندير هذا الماسك اللي غادي نقوله لكم دابا، ماسك ديال زريعه الكتان وزيت الكوك والروز. هادو حرفيا تيرطبوا الشعر من الاستعمال الثاني. الا كنتي معكازه وما فيكش اللي يخلط، ممكن ديري غير زيت الكوك. زيت الكوك كندهنوه لشعري مزيان، يعني كنعمر شعري بزيت الكوك وكنخليه ساعه تقريبا ولا 45 دقيقه، عاد كندخل نغسل. كنديرو الا بغيت نرطب شعري، الا بغيتو يطوال وما يبقاش يطيح، حيت انا ما شاء الله تبارك الله شعري طويل. بهذا السر كنشد الزعتر كنطيبو كنديرو فخاخ ونبقى نرشو لشعري قبل ما ننعس يوميا، وكنضفر ضروري ما كتضفري شعرك. حيت الزعتر والضفيره والله العظيم من تجربتي الشخصيه، اول حاجه الزعتر ما كيخليش الشعر يطيح وطيطولو، وبالنسبه للضفره راه معروفه من جدودنا كانوا كيديروها لينا، راها كتطول الشعر وكتخلي الشعر صحي وكتخليه ما كيتهرسش ملي كتنعسي. جربوا الوصفه وردوا عليا، والله العظيم ماكسيموم شهر ونص حتى لشهرين الا كان شعرك عاجز كاع غادي يطول. من مورا الدوش ضروري ما كندهن شعري باي سيروم، سواء ديال السيف او اي سيروم اللي كيرطب لك شعرك، وما كنصاوبوش بزاف الصراحه باش نحافظ عليه، واخا انا كنصبغو ولكن شعري الحمد لله ما مضررش بزاف، حيت كندير ليه هاد الوصفات وكنعتني به وكنطلع فيه. نجيو دابا للبشره. انا البشره ديالي صافيه الحمد لله، حيت حرفيا ما كنديرش ليها بزاف ديال لي برودوي، هذا هو السر. حيت فاش كتكثري عليها بزاف غير كتخنقيها. نتبع لبشرتي ماسك اللي كيبيضها، كنديرو نهار ونهار لا. كندير فيه النشا والحليب المجفف والماء ديال البطاطا او دانون مسوس. وبالنسبه للروتين ديالي ما فيهش بزاف ديال لي برودوي، اهم حاجه اللي عندي جيل نيطوايي ومن سيراف وكريم هيدراطون من نفس لا مارك تا هما، ولا انتي ديري اللي كيجيلك مع البشره ديالك. واهم حاجه هي اكرون سولير ما كنخرجش بلا به نهائيا. الا خرجوا فيا الحبوب عندي سيروم لوبان الذكر كندهنو في الليل تينقص ليا داك الاثر ديال الحبوب وكيكرم الحبوب، وحتى التجاعيد ديك اللي كيكونوا حول العين اللي كيكونوا ديال الضحك هادوك كيتحيدوا ليا بشويه بشويه بهاد سيروم لوبان الذكر، سيرتو الا كان طبيعي وكان افيكاس. اما انت حبيبه ديالي نهار غادي تبداي تكثري بزاف ديال لي برودوي على البشره ديالك، كاع اللي مشاكل اللي عمرك ما شفتيها غادي تشوفيها. انا كنصحكم بحاجه وحده، هي الواقي الشمسي كل 4 شهور او 5 شهور مثلا بدلي لا مارك، ديري ديال شي مارك واحده اخرى، حيت البشره ديالك كتولف واذا ما كيبقاش كيعطيك ديك النتيجه ديال اول مره، وحتى ديك اللمعه وديك البيوضه ديال اللي كتشوفها اول مره ما كتبقاش تبان. وهاد النصيحه راه كنت سمعتها من عند اطباء، ما تبقاوش متبعين نفس الايكرون مثلا عام عامين صافي واحد الايكرون جات لك مع وجهك صافي ما كتبقايش تبدليه، نو خاصك تبقاي ديما تبدل. الا بغيتي الايكرون تعطيك ريزلت زوين. اما بالنسبه للوزن، الا ضعيفه حاولي ديري السبور وتزيدي معها واحد البروغرام ديال الماكله اللي شبعان سعرات حراريه، ولا كثري من العواصر اللي فيهم البنان، الشوفان، اللوز، الحليب، زبده الفول السوداني. هادو من تجربتي الشخصيه تيغلط. الا كنتي ديجا غليظه وبغيتي ترقاقي، النصيحه اللي نعطيك هو السبور وديري ريجيم اللي يقدر يجي معك. هادشي اللي نقدر نقول لك من تجربتي، حيت انا ما عنديش تجربه مع الغلط كيف ما عندي تجربه مع الضعف، ديما كنحاول انني نبغي نغلط. وهذا الشيء كامل اللي قلت لك ما غاديش يصدق لك نهائيا الا ما تهليتيش في ماكلتك، حيت الماكله الصحيه كتبان على وجهك وشعرك وكتحكم حتى في الهموم ديالك. وشربي الماء مزيان راه ضروري. ودابا نجيو للباس. بالنسبه للباس النصيحه اللي نعطيك هو ملي تخرجي شري بالعقل وما تشريش بالعاطفه، حيت الاغلبيه فاش كتشري الحاجه غير حيت عاجبك كتبقاي ديما تحلي الماري وتقولي الجمله الشهيره ما عندي ما نلبس. مثلا
فاش كنبغي نشري شي حاجه ضروري خاصني نفكر هذيك الحاجه معاش ممكن نسقها، خاص نخرج منها بزاف ديال اللبسات. بحال مثلا انا دائما فاش كنبغي نشري مثلا شي شوميز ضروري خاصني نفكر شنو الالوان في السراول اللي عندي اللي غادي يجيو معاها. خاص هذيك لا شوميز هذاك اللون نلبسو مع على الاقل مع 3 ديال السراول، او نلبسو مثلا مع شي صايه، او يعني تخرجي منها بزاف ديال اللبسات. حيت انا كيطلع لي في راسي الا بقيت كنلبس غير لبسه وحده كنلبسها ديما، فهمتيني؟ ضروري داكشي علاش كنبقى نخرج هذيك البياسه، كنخرج منها بزاف ديال اللبسات. داكشي علاش انا فاش كنت كنقرا ما كنتش كندير جلالب بزاف، وحاليا باقا ما كنديرش جلالب بزاف، لانه الجلابه كنت كنشوف انني كتخسري فيها فلوس بزاف وكتلبسيها مره واحده. ما كاينش كيفاش الجلابه تلبسيها مع شي حاجه اخرى. عكس الا خديتي مثلا شوميز وسروال، تخيلي معايا شوميز في الكحل وسروال مثلا في الابيض، تخيلي معايا هادو معاش غادي تميلونجيهم. كاع الحوايج اللي عندك غتقدري تلبسي معاهم هادوك لي شوميز، وكاع لي شوميز اللي عندك غتلبسي معاهم هذاك السروال، فهمتوني؟ دونك كتباني كل مره كتباني بلوك جديد، وفي نفس الوقت غير من الحوايج اللي عندك. وحاولوا ديما البنات تختاروا الالوان اللي ممكن تجي مع كلشي، بحال الابيض، الكحل، البيج، البلو ماري، الماغو. هاد الالوان كيجوا مع كلشي، وفي نفس الوقت كتقدروا تميلونجيهم مع بعضياتهم. كل مره كتلبسي لبسه في شكل، وفي نفس الوقت ما كتوحليش في تناسق الالوان. ونزيدك الا عندك مثلا 10 ديال السراول، علاش كتهبطي للسوق كتعاودي تشري سروال اخر؟ الله يهديكم البنات، شريو بلا عقل. فاش تهبطي للسوق شري داك الشيء اللي ما عندكش، شري ستيل اللي ما عندكش، ماشي حاجه عندك كتبقاي كتكيلي منها، كتبقاي كتشري منها بزاف. انت عندك 5 سراول كحلين، علاش غادي تعاودي تشري سروال اخر كحل غير حيتاش موديل ديالو في شكل اخر ماشي بحال اللي عندك؟ علاش؟ مادامتي عندك هذاك الكحل قادر انك تلبسي مع بزاف ديال لي شوميز ومع بزاف ديال لي ستيل. الله يديكم البنات، هنا فين كتحضروا عقلكم وما تشريوش الحاجه غير اللي عجباكم. ونزيدك شري الحاجه اللي كتجي مع المورفولوجي ديالك. دخلي لشات جي بي تي وصيفطي ليه صورتك وسوليه على الشكل ديال الجسم ديالك، وهو غادي يوريك التنسيقات اللي غادي تجي مع الجسم ديالك. ما يمكنش مثلا انت شكل الجسم ديالك في واحد الشكل وتمشي تلبسي ليه حاجه اخرى، وفي الاخر تقولي ما فهمتش علاش ما جاش معايا. راه بيان سير ما يجيش معاك حيت لابسه حاجه ما جايش مع المورفولوجي ديالك نهائيا. داكشي علاش حاولوا تعرفوا الشكل ديال الجسم ديالكم هاك كيفاش داير، باش هكا اي حاجه شريتوها ولبستوها غادي تجي معاك. انا شخصيا ما كنخسرش فلوس بزاف في الحوايج، وديما كنبان مهليه في راسي، وديما الستيل ديالي كيبان زوين من لباسي، فهمتوني؟ حيت كنعرف الناسق وكندير هادشي كامل اللي قلت لكم فاش كنبغي نشري. وماشي ضروري نشري داكشي غالي بزاف باش تباني زوينه، نو بالعكس، خاصك تشري داكشي سامبل. بعدي ليا من لي ترند، انا ما كناخذش لي ترند نهائيا. بعدي ليا من لي ترند حيت غير فتره دايزه، واصلا غادي يكون كلشي لابسه وغادي تكون مطليه بيه من الدنيا. ركزي لي على سامبليسيتي، والله ما كدي موضه على سامبليسيتي، كتبقى شي حاجه زوينه وكتقدري انك تلبسيها كل عام. وبيان سور الشكل ما عندوش شي اهميه الا ما كانش العقل عامر. داكشي علاش خاصك ضروري تعمري عقلك وتعمري جيبك حتى هو. وهذا الشيء علاش خليت لكم فيديو في القناه ديالي كيفاش تعمري وقتك وتعمري جيبك في هذا الصيف. واخيرا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نكون عجبكم، وخلوا لي في الكومونتير المواضيع اللي تبغي ندير لكم في فيديوهات جايين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.